مصر ما تستحقش منك كل ده. ولا مصر تستحق أهلها اللي عايشين فيها وبينعشوها. امال فين الانتماء اللي علمته لنا؟ مش انت قلت لي هفضل عايش على الارض دي ومش ممكن اسيبها؟ الوطن يا شرف الدين ما هوش أرض ونيل وهرم. الوطن ناس. لما الناس دي تفسد الوطن كله يفسد. أنا النهارده ماليش وطن. تصور ماليش عنوان. ونيس، احنا محتاجينك عشان تقوينا مش عشان تضعفنا. بابا انت بتكذب. ايوه بتكذب. بابا انت مفيش حد حب البلد دي قدك يا بابا. في بلد فيها المجرم والبلطجي مواطن زيه ازاي؟ المجرم والبلطجي بيدمر وبيخرب فيها. ده ما يتقالش عليه مواطن، ده مش عايزينه. بلد بقى فيها فجأة 5 مليون بائع متجول. ده وطن عاطل متسول، قيمة الفرد فيه صفر لا تضيف. الشعب اللي فيه أغلبية فاسدة ازاي هيختار حاكم شريف؟ الشعب اللي اتعود على النفاق اكيد هيختار حاكم عشان ينافقه. الشعب اللي فيه فوضويين وغوغائيين مش سخف انه يطالب بحاكم ديمقراطي وعادل. كلنا ظلمه وحاقدين وكارهين وانانيين ومتصارعين ومتكالبين. المشكله ان احنا بندور على سواق للعربيه، لان العربيه واقفه ما بتمشيش. مش واخدين بالنا ان العربيه ما فيهاش بنزين ومعظم عناصرها عطلانه. وهو احنا يا بابا بس قولي لي عن كل ده. انا ربيتكم كنت طاير في السماء لانكم ما خذلتونيش ولا خذلتموكم عيسى الله يرحمه. انما دلوقتي فقدتوا اخلاقكم واتفرقتوا وتصارعتوا. انا خايف على احفادي، خايف يتعلموا منكم. وانت شايف الحل انك تبعد؟ انت كده بتفرق ولادك اكتر. ونيس انت لازم تجمعنا كلنا. عمرنا ما هنتجمع، وده اللي عايزه اعدائنا. كسرتوا الشرطه وقعدتوا تصرخوا عايزين امن. حاولتوا تكسروا جيشنا واندهشتوا قوي لما جم خونه عشان يقتلوا جنودنا الابرياء. عايزين يبقى عندنا كرامه. كل واحد فينا عايز كرامه، ومش هاممكم كرامه البلد. انا هسكت لانه خلص الكلام. هسيب لكم انتوا بقى الكلام والاختلافات. الاختلافات في تفسير فتاوي الدين، الاختلافات في تفسير القانون، الاختلافات في معنى الحرية، الاختلاف لمجرد الاختلاف. أنا هسكت وسد وداني وغمض عيني